انا جاي اقول لك النهارده على 5 اخطاء لو انت عملتهم بنظام الدايت بتاعك للاسف مش هتحصل على الكواليتي اللي نفسك فيه، ويمكن ما توصلش للهدف اللي انت نفسك فيه. اول غلط وهو تقسيم الوجبات، ان انت تدمج وجبتين مع بعض، وده مش شيء صح. اهم حاجه في نظام الدايت بتاعك او نظام التغذيه بتاعك على مدار اليوم تقسيم الوجبات على الاقل من 4 ل5 وجبات في اليوم، لان في حاجه اسمها عندك الميتابوليزم او معدل الحرق. معدل الحرق ده بيزيد مع استمراريه ان جسمك شغال. جسمك عامل شبه الماكينه، انت كل شويه بتديله فهو شغال، فمعدل الحرق عندك شغال، فبالتالي مع الوقت معدل الحرق هيتظبط عندك. حتى لو انت معدلات الحرق عندك مش متظبطه او انت الميتابوليزم عندك مش كويس، معدل حرقك عالي قوي جسمك ناشف، او معدل حرقك قليل جدا وجسمك دهني. فاول حاجه انك تقسم الوجبات الى من 4 ل5 وجبات، وبرضو عشان تكون طول الوقت بتمد جسمك بالاحماض الامينيه اللي هو محتاجها. الحاجه الثانيه وهي شرب الميه بكميه كافيه، مش اقل من 3 ل 4 لتر في اليوم، وبرضو تقسيم الميه على اوقات متفاوته. تمام. الحاجه الثالثه في نظام الدايت بتاعك وهي نسبه البروتين بتاعتك لازم تكون عاليه، ده في حين لو انت عايز تطلع عضلات. تمام. نسبه البروتين ما تقلش عن حوالي من 100 ل 120 جرام بروتين في اليوم. انا بتكلم بصفه عامه، احنا لو هنحسبها مظبوط بالارقام هتضرب وزن جسمك في 1.6 وهيطلع لك اللي هو الثابت بتاع البروتين بتاعك انت هتحتاجه، اللي هيحافظ على العضلات. لو انت عايز تزود المصل او العضلات وطبعا مع تمرين الحديد، فانت هتزود نسبه البروتين دي الى 2 و2.2 كمان. والبروتين بتاعك ما يزيدش في الوجبه الواحده عن من 40 ل 50 جرام بروتين، لان الجسم ما بيقدرش يمتص اكتر من كده في الوجبه الواحده. ولو دخلت اكتر من 50 جرام بروتين او مش هيحصل لك حاجه، ولكن باقي الجزء من البروتين جسمك مش هيستفاد منه، للاسف هيحوله لدهون، فاحنا مش هنستفاد منه. فانا لو بدخل 150 جرام بروتين في اليوم، ايه المشكله لو انا قسمتهم في كل وجبه حوالي من 30 ل 40 جرام بروتين؟ هاكل اكتر من 3 ل 4 وجبات، وكل وجبه غنيه بالعناصر اللي انا عايزها وغنيه بالبروتين اللي انا عايزه.